عايزني اغلط الغلطه دي تاني؟ عمري ما غلطها. قال ايه بقى؟ جوزي بيقترح عليا ان احنا نروح نتعشى بره النهارده. قلت له نروح والوجبه هناك ب 150 الوجبه بس. ليه؟ انا ممكن اعمل لك اقل من 150، اعمل لك وليمه. قال لي الكلام ده بجد؟ قلت له ثواني وهتشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وحشاني من الفيديو اللي فات. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، يا رب تكون سنه سعيده كده على الكل، واللي يتمنى حاجه يحققها السنه دي. وطبعا سمعتوا موضوع الخروج في اول الفيديو، وبسبب الموضوع ده انا قررت اتحدى جوزي بقى واعمل له اكل زي بتاع المطاعم وفي البيت، وكمان هيكون موفر جدا والنتيجه احلى من بتاع المطاعم. انا اتحديته وعارفه ان انا ان شاء الله هبقى قد التحدي. الوصفه النهارده بتاع الاجنحه تحفه وبجد سهله جدا ومكوناتها بسيطه وموفره، وهتعمل لنا كميه حلوه جدا من الاجنحه الكريسبي اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. والكميه دي بالوجبه دي ممكن تقضي 6 افراد. وهنعمل بقى معاها طريقه رز بسمتي بس بالرز المصري. هتقولي لي ازاي يا ايمان؟ هقولك اشتركي في القناه وفعلي الجرس، ولو انت ما عملتيش لايك اعملي لايك، ويلا نشوف الوصفه. اول حاجه نسمي بالله، سميته بالله. معايا هنا كيلو اجنحه لسه جايباه، اجنحه مش مجمده، اجنحه بتاع اليوم. حطيتهم كده في طبق بلاستيك واخدتهم تحت الحنفيه علشان اغسلهم الغسله الحلوه وانضفهم التنظيفه بتاعتي. اللي انا اشيل الضفر من اوله كده، اول الجناح، واشيل الحته اللي انا بشاور عليها اللي هي بالشكل ده، اللي هي من فوق الضفر من قدام، والحته اللي بتبقى من فوق الزياده دي. تمام. واخدتهم كده وقسمت الجناح على الحتتين، اللي هي الحته زي ما انا بعمل كده، الحته اللي هي شبه الدبوس، الحته دي. تمام. علشان ما شاء الله الجناح كبير، فبنقسمه كده وبنزغه وبنفتح الجناح بالشكل ده علشان يطلع معايا كريسبي من الخلطة، وكمان يستوي علشان هي ايه مش مسلوقة، الأجنحة دي مش مسلوقة. وكمان علشان الأجنحة بتاع فراخ كبيرة فهتغيب معانا في السوا شوية، علشان تطلع معانا سوا مظبوط لازم نعملها بالشكل ده. نزغ كده السكينة في الجناح ونفتحه كده ونعمل فتحات بالشكل ده، بصوا، علشان يستوي معانا. واخدتها بقى تحت الحنفية اشطفها، وحطيتها كمان في طبق غير الطبق اللي انا كنت حاطاه فيه. بعد كده هنعمل المحلول اللي احنا هننقع الاجنحه فيه. طبق كده وحطيت فيه شويه ميه وعصرت ليمونه كامله وشويه ملح وشويه خل، وبس كده المحلول معانا جاهز. ونقلبه ونحط فيه الاجنحه ونسيبها يجي نص ساعه كده في المحلول ده، ونغطيها، نغطي الطبق بالشكل ده ونركنه في جنب. بعد نص ساعه بقت بالشكل ده ونضيفة، والزفارة راحت منها وملاش اي ريحة زفارة، الزفارة اختفت. اخدتها بقى تحت الحنفية وشطفتها من المحلول ده. وهنعمل اول كفر. مكونات اول كفر: معانا كوباية دقيق، معلقة صغيرة من البهارات دي، معلقة ملح، معلقة توابل بروست، معلقة كركم، معلقة ماجي باودر، ومعلقة زعتر، ومعلقة فلفل اسمر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وتوابل الفراخ، ونص معلقة شطة لو انت عايزاها سبايسي. دي كل البهارات اللي احنا هنحطها معانا في اول كفر. هنحطها كده على الدقيق ونقلبهم كويس بالشكل ده. تمام. هنحط يجي معلقه مايونيز كده، ولو عندك مستردة حطي مستردة مكان المايونيز هيبقى افضل. ومعلقه كاتشب كبيره، واحسن تكون سبايسي، لو انت عايزاها سبايسي هيكون حلو قوي. وهنزود كده بالميه واحده واحده، هي كوبايه ميه، وبزود بيها واحده واحده كده لحد لما الخليط معايا يبقى شبه ايه عجينه الكريب. اهم حاجه تظبط الملح بتاع الخليط ده علشان ما يطلعش معاكي حادق. وناخد بالنا عشان احنا حاطين ماجي، والماجي بيكون فيها نسبه من الملح. حطيت كميه الاجنحه اللي معانا في الخليط وسبتهم 3 ساعات. لو انت مستعجله، لو انت مش مستعجله ممكن تحطيهم لحد لما تعمليهم، يعني كل ما بتسيبيهم في الخليط ده كل ما بيديكوا طعم احسن، النتيجه افضل. تعالوا بقى معايا نعمل كده طريقه رز بسمتي بس بالرز المصري. هتقولي لي ازاي؟ ركزي معايا. جبت حله على النار وفيها شويه زيت وحته سمنه او حته زبده، ونزلت بقى بيعود قرفه واللومي اللي هو الليمون المجفف، وتوابل الكبسه او توابل الرز البسمتي بيتجاب من عند العطار. قولوا له عايزه ب5 جنيه توابل رز بسمتي هيديك. وحطيت هنا ماجي لحمه مش ماجي فراخ، وحطيت لها الملح بتاعها وزودتها بالميه وبس كده. هنا بقى انا بحضر الكفر التاني بتاع الاجنحه. حطيت كوبايه دقيق وشويه ملح ومعلقتين نشا، ودي معلقه توابل من كل التوابل اللي احنا حطيناها في الكفر الاولاني. هتحطي نفس التوابل بس يا دوبك معلقه كده.
ونقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه. وهبدأ كده اجيب بقى ايه الأجنحة من التتبيلة واحطها في الدقيق بالشكل ده واغلفها كويس جدا. لو انت عايزه الطبقه المقرمشه اللي بره دي تكون سميكه، رجعي الاجنحه تاني في قلب الخلطه وبعدين رجعيها في الدقيق تاني. لو انت لقيتي كلاكيع دي كده في قلب الدقيق، افركيه وارجعي كملي عادي. ده بيدي تأثير حلو قوي، بيدي الشكل اللي احنا بنشوفه بره ده بالشكل ده. التسوية بقى نار، نسخن الزيت كويس قوي وبعدين نحط الأجنحة بتاعتنا ونوطي النار، يعني تكون النار متوسطة. ليه؟ علشان بقى اتأخرنا وعايزين نتعشى بقى، احنا جوعنا. بقيت اسوي على النار كده وارجع اكمل الحبة اللي فاضلين. انا هنا خلصت كل الكمية اللي كانت معايا، ادتني كمية حلوة. اكلنا وشبعنا وفضلت 3 حتت 4 حتت كده، سخنتهم لمكة لما جت من الحضانة وعجبها قوي. هنا انا كنت بخلص بقى، قربت اخلص وعملت بطاطس جنبها، وهنا الرز استوى بالشكل ده كان تحفة. جربوه لو انتم ما عندكوش رز بسمتي، عشان الرز البسمتي غالي الايام دي. في الرز المصري برضو لو انت عندكم بقى ايه الرز المصري اعملوه بالرز المصري، بجد تحفة، بيديكي نفس الطعم بتاع الرز البسمتي ونفس التوابل. وهنا بقى انا بدأت بطلعها على مصفى علشان الزيت اللي فيها تنزل، تطلعيها على مصفى احسن ما تطلعيها على مناديل. وكانت مستوية جدا، بس هنا كانت سخنة بقى، ما كنتش عارفة افتحها لكم. مش عايزة اقول لكم على القرمشة عشان بس كنت كاتمة الصوت وبسجل لكم، عشان كان صوت اغاني ومكة وكده. بس القرمشة كانت تحفة، شوفوا القرمشة، والله عايزة افتح لكم الفيديو بس صوت اغاني والفيديو كده غلط. وهنا بقى الرز خلص بقى اصفر وجميل وطعمه كان تحفة ومفلفل كده وكان جميل جدا. هنا بقى ابدأ اغرف كده علشان خلاص جوعنا، ومكة كانت جاعت بقى وبدأت تزن. جبت بقى أكبر طبق عندي وحبيت أقدمه بالشكل ده زي ما بيقدموه بره كده، علشان أثبت له اللي هو بجد زي بتاع بره، وكمان مش بالشكل لا بالطعم. هنا كنت هحط البطاطس بس لقيتها تقع، حطيت بقى البطاطس جنبها كده. زي ما تحبوا تقدموها قدموها، تقدموه بقى الكريسبي لوحده والرز لوحده والبطاطس عاديهم، زي ما تحبوا تقدموها قدموها. بجد مش أول مرة أعملها ومش آخر مرة، طعمها تحفة تحفة تحفة. انا كده بقى اثبتت له ان انا كده قد التحدي وطلعتها بالشكل ده وزي المطاعم واحلى. وانتوا قولوا لي في التعليقات ايه رايكم في الوصفه، واتمنى تجربوها بجد. شوفوا اللحمه دايبه وكمان مستويه جدا، واللحم من جوه دايب، مفيش دم، مفيش اي حاجات زي ما بنلاقيها بره. اللحمه جوه بيضه، بيضه من المحلول اللي احنا نقعناها فيها. وكمان العظم سايب، شوفوا العظم تكه واحده سايب من اللحم. اتمنى تجربوها ويكون الفيديو عجبكم والوصفه عجبتكم، واتمنى كمان تحطوا لي لايك لو انتوا لسه ما حطيتوش لايك، وتشتركوا في القناه لو انتوا مش مشتركين. وكمان هسيب لكم لينك التيك توك بتاعت الصفحه بتاعتي على التيك توك، اتمنى كمان تشتركوا فيها وتتابعوني على الفيسبوك. وباي باي.